عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في الإسلام الحنيف الهدى والنور، وجعل الفتى قوة شديدة، وجعل إندونيسيا دولة مستقلة، وجعل أكته سراب مكة، وكاننا وبفنجا سلا وبسبang إلى مروكي ولاية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقه القول. قبل أن أخطب أولا أن أشكر إلى لجنة التحكيم الذي قد أعطاني فرصة غنية لأخطب بين أيديكم تحت الموضوع كن مؤمنا قويا. أيها الحاضرون والمحترمون، قد أمرنا الله تعالى جميعا أن نمتثل كل ما أمره الله، أي كلنا جميعا، أي كلنا أن يمتثل جميعا في الإسلام جملة وتفصيلا في غاية الكمال والتمام، لأن نكون نستطيع أن نمتثل هذه الوظائف كلنا. كلنا مطلوب قويا، كلنا أن يكون قويا من أي جهة كان، قويا في الاعتقاد، قويا في الجسد، أو قويا في الاقتصاد. لأن القوة فهو عنصر من عناصر هامة تحقيق الواجبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إخوان في الدين، ولن يتم الواجب، كلنا ضعيف، ولن يتم الواجب في هذه الضعف والعجز. إما ضعف في جهاد النفس، في جهاد الجسد، أو ضعف في جهاد الاقتصاد. كلما ازداد القوة إنساني وجسدا، إنساني ومالا وجسدا واقتصادا، ازداد في اقتداره على إتمام الواجبات. أن تكون هذه المسألة واضحة تامة، مثالا قد أمرنا الله تعالى للجهاد، والجهاد
في سبيل الله تعالى. النتيجة كن مؤمنا قويا ولا تيأسوا ولا تكسلوا. الإسلام يرجو مساعدتنا الأمة. تكتفي بهذا الخطبة. نكتفي. كثيرا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.